سبائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلفتني هذه الجاهة الكريمة المؤلفة من عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وجمع الغفير من أبناء الأردن الواحد الموحد، كلفوني أن أتحدث باسمهم في هذا المساء ولست بخيرهم، فكل منهم يصلح أن يكون جاهة لوحده، لكن لا بد من أن يتكلم واحد من هذه الجاهة باسم هذه الجاهة، فأشكرهم على شرف تكليفي بالتحدث باسمهم في هذه الأمسية الجميلة التي جئنا فيها من أجل النسب. والنسب يقوي العلاقات بين الناس ويزيد من الوحدة الوطنية الموجودة أصلاً بين أبناء عشائر وفئات شعبنا المختلفة. هذا النسب لا يكون بين شاب وفتاة فقط، ولا هو بمجرد زواج، وإنما هو تكريس للعلاقات بين العشائر والقبائل الأردنية التي كما قلت سابقا هي ضمن هذه الوحدة الوطنية، ضمن هذا الشعب الطيب في هذا البلد الطيب. وخير الكلام هو كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فباسم هذه الجاهة الكريمة نتشرف بأن نتقدم من آل الإفزاوي الكرام الأمراء. نحن نسمع في التاريخ ونسمع من كنا صغارا أن الأمير الإفزاوي، فجئنا نطلب ابنة هذه العائلة الطيبة بنت الأمير الإفزاوي، جئنا نطلبها لابننا محمد إبراهيم مصطفى الخوالدة من بني حسن، وهم من العشائر الكبيرة والمعدودة لقبيلة بني حسن. وأعرف والد هذا الشاب وأعمامه وإخوانه معرفة طيبة، ولا أزكي على الله أحد، فقد تجاورنا وربما ما زلنا متجاورين في السكن في مدينة المفرق عمر طويل منذ أن كنا طلابا صغارا في المدارس. وهي عائلة محترمة وعائلة طيبة كما قلت، ولا أزكي على الله أحدا، لكن أخي إبراهيم العميد المتقاعد الذي أعرف جيدا هو وإخوانه كيف ربوا أولادهم على القيم العربية الجيدة، وأعرف جد أيضا جد الخاطب، فقد كان بمثابة عمي، وكان والدي بمثابة عمي والده وأعمامه، بحكم التكافل الاجتماعي الذي كان سائدا والذي بدأنا بفقدانه هذه الأيام في مجتمعنا وللأسف. يعيب البعض على الأردنيين هذه الجاهات وهذا الاستقبال، ولكنني أنا مع هذه الجاهات ومع هذه الاستقبال، وكثيرون ربما مثلي بعضهم يقول ما داموا متفقين لماذا؟ لا، هذه عادات طيبة بين الأردنيين نرجو أن لا تنقطع، ونرجو أن تستمر، ونرجو أن تدوم، لأنها عادات طيبة يلتقي فيها الأردنيون ويلتقي بها الأصدقاء، وربما تجد شخصا في هذه الجاهة وبين المستقبلين لم تره منذ شهور وربما منذ سنين، فهذا لقاء طيب أيضا يزيد من الألفة والمودة والمحبة.
نعم، جاءت هذه الجاهة لتطلب يد الآنسة أسيل ابنة معالي الأخ المحترم أبو حسن علي الظاهر الغزاوي لابننا محمد إبراهيم الخوالدة. وهذا النسب فيما إذا حصل نحن كخوالدة وكبني حسن أيضا بشكل عام ومعنا أصدقاؤنا وأنسباؤنا وأقرباؤنا نتشرف بهذا النسب الطيب. فأرجو من المستقبلين الكرام وعلى رأسهم دولة الأخ الدكتور هاني الملقي أن يوافقوا على طلبنا حتى نشرب قهوتكم وحتى يستطيع هذين الشابين من تكوين أسرة طيبة وإن شاء الله ذرية صالحة تنفع المجتمع وتنفع أهلهم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق وآخر المرسلين محمد النبي العربي الأمين وعلى أهله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وإخوانه النبيين والمرسلين. شرفني سيدي دولة الرئيس بعد استئذان الغزاوية أن أتحدث باسم الجاهة المستقبلة، ولكنني بعد أن سمعت هذا الحديث الطيب الكافي والوافي والشامل الذي تكلم عن العائلتين وعن العشيرتين، صعب علي أن أجد الكلمات، ولكن لربما تسعفني عمان في هذه الأمسية الجميلة وقاعة عمان بالذات، لأن يكون لقاء الصحراء والشفا والجبل مع الغور ومع النهر، تلتقي العشائر الطيبة من الشمال والجنوب والشرق والغرب كلها في عمان لتستقبل هذه العشيرة المعروفة بتاريخها بني حسن والخوال بكل فخورها. نعم، هنا في عمان، عمان الجميع، عمان العرب، فكيف لا أن تكون للغزاوية للخوالدة وبني حسن. من هذا المنطلق وهذا السرد الطيب لابن الأخ الصديق العميد إبراهيم الخوالدة الذي عرف كيف يربي ولده محمد، نحن نقول أيضا أن معالي الأخ علي وعائلته كما ذكرت وكما أشرت معالي الأخ الكبير أبو فيصل، فإنك تعرف الأصول وتعرف الناس وتعرف الانسباء والأصحاب والأصدقاء. فنعم، أسيل هي الشابة الأردنية التي ستتسلق جبال بلقاء وجبال عجلون وجبال الأردن لتلتقي مع هذا الفارس العربي الشهم محمد إبراهيم على سنة الله ورسوله. وغير الفنجان بعد قراءة الفاتحة.